ذات يوم قال الحمار للنمر: العشب أزرق. فأجاب النمر بهدوء مستغربا: لا، العشب أخضر. اشتد الجدال بينهما، وأصر الحمار قائلا: العشب أزرق. رفض النمر التراجع وقال: لنذهب إلى الأسد ملك الغابة ليفصل بيننا. توجه الاثنان إلى الأسد، وقبل أن يتحدث النمر بدأ الحمار يصيح: يا جلالة الملك، أليس صحيحا أن العشب أزرق؟ نظر الأسد إلى الحمار وقال: إذا كنت تؤمن بذلك إذا نعم، العشب أزرق. فرح الحمار وقال: النمر لا يوافقني ويجادلني باستمرار ويزعجني، أرجوك عاقبه. فكر الأسد قليلا ثم أعلن: سيعاقب النمر ب5 سنوات من الصمت. قفز الحمار فرحا وركض مبتهجا وهو يهتف: كنت على حق، العشب أزرق. أما النمر ورغم صدمته بالعقاب ظل هادئا، وقبل أن يغادر سأل الأسد: يا جلالة الملك، لماذا عاقبتني؟ العشب أخضر. رد الأسد بجدية: نعم، العشب أخضر، لكن عقوبتك لا علاقة لها بلون العشب. استغرب النمر وسأل: إذن لماذا أعاقب؟ أوضح الأسد: عوقبت ليس لأن العشب أزرق أو أخضر، ولكن لأنك كائن حكيم أضعت وقتك في الجدال مع حمار، والأسوأ أنك أحضرت هذا الجدال السخيف إلي وأزعجتني به. فهم النمر الدرس وقبل عقوبته بصمت. العبرة: لا تضيع وقتك في الجدال مع أشخاص غير مستعدين لرؤية الحقيقة. بعض الناس يجادلون ليس للتعلم أو التطور، بل لإرضاء غرورهم.